وعليه فالمرحلة الثانية الكبرى من المجتمع الصاعد في أراضي الهلال الخصيب والمبتدئة مع دولة الكهنة السومرية سوف تكون مرحلة المجتمع الحضري، مجتمع المدنية. فمجتمع المدنية في أساسه هو انطلاقة ذات أصول هرمية سلالاتية مستندة إلى ثقافة الهلال الخصيب. أما صلب مضمونه فيتجسد في إبداء مجموعة سلالاتية هرمية ما مقدرتها على الاستفادة من إمكانيات الرجل القوي المنحدر من الماضي القديم، وتسخيرها في التوجه صوب تنظيم الدولة، وذلك تأسيسا على تحقق ازدياد وفرة الغذاء وتنوع الغلال ارتباطا برقي نمط الإنتاج، والتحام ذلك مع التمايز الطبقي والتمدن. ولطالما نشهد الكثير من هذه المحاولات في هذا الاتجاه ضمن أراضي الهلال الخصيب، ليس في ميزوبوتاميا السفلى فحسب، بل وفي ميزوبوتاميا العليا والوسطى أيضا. وبينما تترسخ بعضها فإن بعضها الآخر يفشل في ذلك نظرا لطبيعة الظروف المحيطة. هذا ويتم تفسير الدولة في الكتاب المقدس على أنها اللويثان، الوحش الخارج من عباب البحر. أما مسيرة هذا الوحش الدموية والاستغلالية وأحيانا المبيدة المسلطة على سياق التطور الاجتماعي وأشكال استغلالها واستعبادها للإنسان في ظل إدارة الآلهة المقنعة وغير المقنعة والملوك المتسترين والعراة وأدواتها المسخرة في شرعنة ذلك، فإن البحث فيها سيكون من المواضيع التي سنتناولها لاحقا.